السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الحلاوه الطحينيه القمر دي. يا بنات بصوا، تحفه والله، تحفه تحفه جدا. هجيب لكم طبق واقلبها. بصوا، ما تفرقهاش عن الجاهزه يعني، ومكوناتها سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، وكمان عمايلها سهله واي حد يقدر يعملها بكل سهوله. وانا النهارده بسطتلك المعلومه خالص، وهوريك ازاي تعمليها من بدايتها من اول السمسم. شايفين شكلها تحفه وطعمها كمان رهيبه يا بنات. اهو، شايفين القطعه طالعه متماسكه ازاي؟ شايفين يا بنات؟ يلا بينا على طول على المقادير. اول حاجه معانا هنا كوبايتين من السمسم. تمام. والخطوات اللي انا بعملها دلوقتي دي، انا بعمل طحينه في الاول خالص. ده اللي انا بعمله، انا بعمل طحينه. تقدري ان انت تستغني عن الخطوات الاولانيه دي لو انت عندك طحينه. هنضرب السمسم في الخلاط كويس خالص لحد ما يبقى كده اهو بالملمس اللي انتوا شايفينه ده، ويطلع زيوت كده اهو. خلاص، هنجيب بقى ايه؟ خلاط بقى، هاند بلندر، زي اللي يكون عندك اشتغلي بيه. حطينا كوبايتين السمسم اللي احنا ضربناهم في المطحنه اللي هي بتاعه التوابل، وحطينا عليهم كوبايه من الزيت، وهنضربهم كويس خالص. لو عايزه تشتغلي بالخلاط تقدري تشتغلي بالخلاط. لازم يتضربوا في الخطوه دي كويس خالص يا بنات، يعني تاخدي حوالي 3 دقايق كده وانت بتضربي. بعد ما نحس خلاص ان المكونات خلاص تجانست مع بعض وبقت كويسه، هنجيب كوبايه من الدقيق، وهننزل بالدقيق معلقه معلقه او معلقتين معلقتين، يعني بالتدريج. وهننزل نفضل نضرب فيه كويس كده عشان المكونات كلها تختلط مع بعض. وانا هنا بعمل طحينة. انا في الاول هنا في الخطوات اللي انا بعملها دي انا بعمل طحينة، وانا حبيت اعملها من اول السمسم عشان في ناس بتبقى مش مقتدرة ان هي تجيب طحينة، فتبقى كل حاجة عندها في البيت. اما لو انت عندك طحينة فهتستغني عن الخطوات اللي انا بعملها دي، وهتبدأي من اول هقولك فين دلوقتي. هنضرب كده كل المكونات مع بعض عشان نطلع الطحينة اللي احنا عايزينها. اهو هنا المقادير معايا: كوبايتين من الطحينة، كوبايتين من السكر البودرة، كوبايتين من اللبن البودر. تمام. تاني، كوبايتين من الطحينة، كوبايتين من السكر البودر، كوبايتين من اللبن البودر. زي ما قلتلك انا هنا عملتها من اول السمسم. لو انت عندك طحينة هتشتغلي بالطحينة على طول، لو مش عندك او مش مقتدرة ان انت تجيبي طحينة هتبتدي من الاول خالص زي ما انا عملت. كوبايتين الطحينة اهو، دول اللي انا عملتهم في بداية الفيديو من السمسم. ادي كوباية، وادي الكوباية التانية. وحاولي ان انتي لما تشتغلي في حاجة واسعة شوية، لان انا هنا في الخطوة الجاية هتلاقيني بدلت الحاجات اللي انا الصينية اللي انا شغالة فيها، لان حسيت المقادير كتير. هنحط المقادير كلها على بعض. انا هنا السكر كنت حاطة مفضيه على السكر كيس من الفانيليا. تمام، يعني كوبايتين طحينة، كوبايتين سكر بودر، وعليهم كيس من الفانيليا، وكمان عليهم كوبايتين من اللبن البودر. هنقلب المكونات كلها مع بعض كده كويس، وهنعجنهم كده، هعجنهم كده بايدي لحد ما توصل معايا زي الرملة. انا هنا بصوا بدلت لان حسيت ان الصينية صغيرة يعني. اهو هعجنها كده كويس لحد ما احس كده ان هي بقت زي الرملة. وهجيبها كده بين ايديا الاتنين، وافضل ايه، اشرب كده المكونات كلها بالطحينة، يعني اشرب السكر واللبن بالطحينة كده اهو يا بنات، وافضل افرفت فيها كده. فهي الخطوة دي بتاخد وقت، وانتي بتبسي فيها كده اهو، لان ده اللي بيطلع القوام الحلو بتاع الحلاوة الطحينية. خلصنا خلاص. هنجيب علبة وهنحط فيها كيس او رول غذائي، اللي هو الاسترتش الغذائي ده زي ما تحبي. بس احنا هنا بنحط الكيس عشان نعرف نطلعها، يعني اعرف اطلعها واصورها لكم. اما لو انتي هتشتغلي بقى حاجة للبيت كده، فممكن تستغني عن خطوة الكيس دي وتشتغلي في علبة على طول.
هنحط بقى المكونات كلها كده في العلبة ونفضل نضغط. بصي اضغطي على قد ما تقدري، هاتي اي حاجة كده واضغطي بيها. انا جبت هنا الهراسة اللي هي بتاعة الفول يعني، وبقيت اضغط بيها كده على قد ما تقدري. اضغطي اضغطي. احنا عايزين يعني ايه تبقى تطلع كده بلوك واحد كده، لما نيجي نطلعها نلاقيها طالعة يعني متماسكة كده. خلاص هنغطيها وهندخلها التلاجة. تقدري تاكلوا منها دلوقتي بس تحسيها متفرفتة شوية، بس لو عايزاها زي الجاهزة بالظبط تدخليها التلاجة. انا دخلتها من بالليل لحد الصبح. تمام اهو كده اهو. هغطيها وادخلها التلاجة. شايفين يا بنات؟ شايفين؟ تحفة 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 والله يا بنات، تحفة زي الجاهزة بالظبط، ما تفرقهاش، وطعمها حكاية حكاية. اهو هقطعها لكم دلوقتي عشان اوريكم القوام بتاعها عامل ازاي. بصوا، ماشي السكينة كده فيها جامدة يا بنات والله. جربوها وقولولي ايه رأيكم. اهو بس اتبعي كل الخطوات اللي انا عملتها عشان تطلع معاكي حلوة كده اهو. تحفة يا بنات. يلا جربوها وقولولي ايه رأيكم في التعليقات. وادعوا ماما ربنا يرحمها بالرحمة يا رب ان شاء الله. يلا باي باي.